السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أحبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شوربة عدس على الطريقة التركية، شوربة عدس تركية. ماشي، معايا نص كيلو عدس مغسول، متنقي ومغسول ومتصفي، ومعايا هنا طماطميتين، ربع كيلو جزر، بصلتين كبار، بطاطايه، 3 فصوص توم. هنروح بقى على البوتاجاز اهو يا حبايبي. انا معايا دلوقتي معلقه زبده بلدي حلوه على النار هتسيح. هننزل بالعدس زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمله النهارده على الطريقه التركيه، احنا عملناه قبل كده مع بعض بالطريقه المصري عادي. ان شاء الله هنشوح الخضار كله مع بعض. ماشي كده. هنحط رشة جنزبيل، 7 بهارات مش كتير، فلفل اسمر، رشة كمون مش كتير عشان الكمون ما نمررش، والملح انا بحطه في الاخر، وده كركم. انا مش قادره اقول لكم بقى على الريحه وهي بتتشوح كده. هنملى ميه اما الخضار بقى يستوي كله هوريهولكم اهو يا حبايبي. الخضار اهو زي ما انتم شايفين. اول بس ما يبتدي يستوي هنطفي عليه اهو. بصوا استوى، هنسيبه بقى يهدى وبعدين نعمله اهو يا حبايبي. احنا ضربنا خلاص العدس اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هننزل بقى شايفين كده، دي شوربة العدس. ومن الشوربة دي ان شاء الله هنعمل طبق عدس، فتة عدس ان شاء الله اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. خلاص اهو يا حبايبي، ادي طبق الشوربه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي دي شوربه العدس، وطعمها في منتهى الجمال. بألف هنا وشفا. يلا عشان نعمل الطبق التاني. ويا حبايبي هنعمل دلوقتي طبق فتة عدس. معايا رغيفين متحمصين مقطعينهم. هننزل بقى عليهم بشوربة العدس الحلوة الجميلة دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك عليها. ان شاء الله تعملوا الطريقة دي وتعجبكم، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد. وزي ما انتم شايفين كده نزلنا بالشوربة العدس على العيش. على ما نعمل التومه هنحط معلقه سمنه بلدي او زبده اي حاجه عندك، هنحمر فيها التومه، بس احنا مش عايزينها تاخد لون. اول بس ما ريحتها تطلع هننزل عليها بالخل، تاخد غلوه مع ربع كوبايه الخل، وهنحطها على وش طبق الفته زي ما انتم شايفين كده. وبألف هنا وشفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.